نحن من سوريا، من ريف حلب الجنوبي، من قرية البوابي، تابعين لنا ناحية الزربي بلدة جبل سمعان. والله أنا بالنسبة إلي ضرير، بس تعذبنا كتير. دخلنا كم نهار ظليت هناك؟ ما نمنا الحمد لله رب العالمين. أيوة. أول يوم طلعنا الساعة 10 بالليل. أيوة. ودخلنا على حدود التركية الساعة 4 صباحا. أيوة. يعني من أول يوم نهار التنين بالليل، مصباح الثلاثة الساعة 4 دخلنا على حدود التركية. أيوة. وركبونا بسيارة واخذونا على كراج انطاكيا وطلعنا هنيكي، بس تعذبنا كثير، مشينا يعني 4-5 ساعات مشوا والاولاد تعذبوا. ايوه. نحن جينا لانه ضيعتنا صارت تنضرب، وصل حد الجيش، قالوا وصل منطقة الحاضر وقرب على العيس، لانه قالوا الجيش عم يدخل، عم ينتهك الاعراض، عم يمسك البنات بيفتعل فيهم، وعم يقتل النسوان، وعم يذبح الاطفال. اي نحن خفنا، وانا جبتهم لهوني لانه هون اولاد عمي بغرفه. أيوة. يعني هون حماتي اولاد عمي بغرفه. أيوة. أيوة. اداره بيشتغل ابني، بينقل اكياس شمنته بالسطل، بيشيل على كتفه بالتنكي. أيوة. بالنهار بيعطوه 15 أو 20 ليره، ويوم بيشتغل مرات ما بيشتغل. وهلا الحمد لله يعني صار له عم يشتغل، يعني بالاسبوع بيجيب لي يعني 100-150 ليره تركي. ايوه. kendi bir tane oğlu var, çalışıyor, çimento taşıyor, haftalık olarak 100-150 milyon arasında kendi eline geçiyor, onunla geçiniyorlar. Kaç yaşında öyle الولد كم عمره كم سنة؟ ولد عمره 16 سنة. 16. نعم، وما عندنا يعني معيل الا الله وهو بس، هو اللي عم يعيننا. حتى المساعدات ما بتجينا مساعدات على السوا كثير، ما بيجينا مساعدات. أيوة. عندي شيء، حتى اجار البيت محتار منين بدي اجيبه. كنت ادفع 200 اول ما جيت على تركيا. أيوة. كان معي مصاري. أيوة. دفعت لرمضان 750 ليره اجار 3 اشهر. أيوة. بعدين خلصوا 3 اشهر وما ضل عندي معيل الا الله، واخذت هذا البيت دفعت له، بس يعني دبرت من هون ومن هون، حتى قدرت. أيوة. من شغل ابني قطعت على اولادي واستاجرت هذا البيت مشان قاويهم. ايوه الله يرضى عليك. وكهرباء ومي علي انا بدفع، و300 ليره اجار البيت. ايجارها كرا ايجار 300 الشهر. اي هذا الشهر 300، واخذوا ليلي 350. أيوة. لان انا ما اخذت البيت من رمضان، اخذته من شخص كان ياخذوه بده يروح على بورصه. أيوة. قال لي خيو انا بعطيك. أيوة. هذا البيت، قال لي بدي 350 ليره. أيوة. قطع علي انا قطعت عليه 7 ايام واعطيته وكملت له 270 ليره من اصل 350. أيوة. وكهرباء ومي انا بدي ادفعها كمان. أيوة. شغل ابني بالشهر كله ما بيجيب، يعني حساب على كل اسبوع 150، ما بيجيب 650 ليره تركي. أيوة. انا بترجى من الله عز وجل انه يصير سلام وصلح، بس هذا الحكي كله حكي كله حيش تسامحين، حكي كذب، لانه الدول الكبار اللي عم يخططوا الدول الغربيه مثل امريكا وروسيا وفرنسا والصين، انما هو تضييعا للوقت ولمزيد من قتل الشعب السوري. يعني هنو بيحسنوا، كانوا بيوم بنهار وليلي بيحسنوا يسووا سلام، بيحسنوا يشيلوا بشار الاسد ويحطوا غيره حكومه جديده ويصلحوا الامور، بس هنو بدهم الازمه طول مشان يشردوا اكبر عدد ويقتلوا اكبر عدد من السوريين ويهدموا بيوت مشان يامنوا لاسرائيل. وانا هذا الحكي كله حكي تلفزيونات وجرايد، ما بشيء. أيوة. انا بدي شيء على ارض الواقع. أيوة. المس هالشيء. أيوة. بس هذا الحكي كله ما له صحه. ايوه لانه السوري شبع من هالحكي كثير. يعني نحن صار لنا 5 سنين، يوم بيقولوا بدي يصلحوا المعارضه بدي يحلوها، يوم بيقولوا بدي روسيا وامريكا اتفقت على حل سياسي، يوم بيقولوا بدنا نوقف اطلاق النار، وهي الهدنه لصالحه له، لانه سمعت انه عم يحشد قوات على جميع الجبهات لبين ما تخلص الهدنه، وبدي يحتل كل المناطق اللي خسرها، بدي يرجعها كلها بالاتفاق مع الدول الكبرى مثل امريكا والصين وروسيا وفرنسا. اي وانا بالنسبه الي ما راح ارجع على سوريا الا يسقط بشار الاسد وتصير حكومه جديده ويرجع الامن والامان ويصير شغل مشان نرجع اولادي على الامن والامان. الله يرضى عليك. انا بحيي اخونا رمضان بدير باله علي مرات. أيوة. وبحيي الجمعيات الخيريه. أيوة. وبحيي الاخوه زي امثالك وامثالهم. وبتمنى انكم تساعدوني ماديا. أيوة. يعني لانه مساعدات، لا اعطوني كارت مول، الهلال الاحمر اتصلت فيهم. أيوة. واعطوني قالوا لي بنجي لعندك وما اجوا، اليوم كنت ببيتي هذاك رقمه 121 وما اجوا. حكي معهم بالتليفون يجون ما بيجوا. والشركه الدنماركي اعطوني رقمه وعدوني وما اجوا. يعني انا كل يوم مصروفي تقريبا يعني حوالي 50 ليرة تركي، وانا ما عندي شيء. اولادي مرات بيجي يوم ما عندي مصروف.
تفضل. كل القلوب إلى الرسول تميل، كل القلوب إلى الرسول تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد، أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العاشقين تسيل.